تقرحة الفم هي عبارة عن قرحة سطحية صغيرة الحجم عادة، وتظهر في الفم أو على اللثة، وتسبب الإزعاج في أثناء الأكل والتكلم، وتستمر لأسبوع أو أسبوعين ثم تتلاشى بشكل نهائي مع قابلية العودة من جديد. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون سببا في الإصابة بها، وهي كما يلي: الحساسية تجاه أطعمة معينة كالبهارات والحوامض والفواكه الجافة. عوامل هرمونية كالتغيرات الهرمونية أثناء الحيض أو الحمل. الأمراض الهضمية، الضغط، التوتر النفسي، نقص مادة الحديد، نقص فيتامين B12، نقص حمض الفوليك. عض اللسان أو اللثة قد يكون كذلك سببا في ظهور هذه التقرحات. للإشارة فقد توصلت بعض الأبحاث المعمقة حول هذا النوع من المرض إلى أن الإصابة به تكون مرحلية فقط، أي في مرحلة ما من عمر المصاب، وعلى الأغلب تكون بعد سن البلوغ، وقد تستمر ل10 إلى 20 سنة ثم تختفي بالكامل. العلاج: حتى اللحظة لا زال الطب لم يتوصل بعد إلى علاج فعال يقضي على تقرحات الفم بشكل نهائي، وعليه فإن الأدوية التي ينصح بها من طرف الأطباء تبقى مجرد مسكنات فقط. لكن وكما يقول المثل العربي: سل المجرب ولا تسأل الطبيب. ومن موقعي كحامل سابق لهذا المرض، وبعد تجارب عديدة مع أنواع لا حصر لها من الأدوية، وكفاعل خير، فقد أحب أن أبشر إخواني وأخواتي بأن الدواء متوفر وفي المتناول بإذن الله تعالى. الدواء باختصار شديد هو في شرب اللبن والمضمضة به، سواء كان هذا اللبن طبيعيا أم المصنع الذي يباع عند البقال. وأما طريقة تناوله فتكون كالتالي: خذ كأسا كبيرا من اللبن واشرب منه مقدار ما يملأ فمك، تمضمض به وحركه جيدا داخل فمك، حاول إيصاله إلى الحلق ثم ابلعه بعد ذلك. أعد العملية 2 أو 3 في اليوم لمدة 3 أيام. داوم هذه الوصفة كلما أخذت التقرحات في التجدد، وسيأتيك الله بالفرج وستشفى نهائيا بإذنه تعالى.